فاكر لما صممت انترفيس من غير ما تعمل يوزر فلو؟ احب اقول لك انك صممت بالصدفه، وده سبب ان 60% من التطبيقات بتفشل بعد ما بتطلع. اليوزر فلو مش رسم، اليوزر فلو هو محاكاه لعقل اليوزر، هي الخريطه اللي بتقول لليوزر يمشي فين، يقف فين، ويتلخبط فين، ويهرب امتى. لما تعرض اليوزر فلو على فيجما وتسلط الضوء على المنطق بيهايند، انت هنا مش بترسم اليو اي، انت بترسم الرحله كامله، وبتسال كل خطوه هل هي ضروريه، كل قرار هو واضح، هل كل ترانزيشن منطقي. عشان السر الحقيقي في اليوزر فلو مش انك تمشي اليوزر من A to B، السر انك تمنع السي والدي اللي هي الخيارات اللي بتلخبطه. اليوزر لازم يحس ان الطريق الوحيد هو الطريق الصح، ده اللي بيقلل اللخبطه وبيرفع الكونفرجن ريت، وده اللي بيخلي اليو اي فعليا يوزر، مش شكل جميل وخلاص. ودي الغلطات المشهوره في اليوزر فلو. فاكتر غلطه بنشوفها عند الجونيور ديزاينر، اليوزر فلو شكله جميل بس مليان طرق جانبيه، وده اللي بيخلق تجربه مش مفهومه. فانت لو راجعت كل مشاكل اليو اكس اللي شفتها في مشاريع الشركات، هتلاقي 80% منها بدا يوزر فلو غلط. ودي واحده من الحاجات اللي بنعلمها بعمق في دبلومه اليو اي واليو اكس، مش بس التولز، ده تفكير ومنطق وتجارب حقيقيه. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر اكتب لنا كومنت وهنبعت لك كل التفاصيل.